السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في قناة يلا كرة. جنون وبكاء عمرو أديب ورضا عبد العال بعد فوز النادي الأهلي مباراة اليوم ضد الإسماعيلي، وتغريد النادي الأهلي بالصدارة وحسم لقب الدوري قبل لقاء الزمالك. هنشوف مع بعض رد فعل عمرو أديب ورضا عبد العال، علشان كده لازم تتابع الفيديو للنهاية. ولكن قبل أن نبدأ اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. جنون وحرقان عمرو أديب ورضا عبد العال بعد فوز النادي الأهلي بمباراة اليوم ضد نادي الإسماعيلي. وعلق عمرو أديب قائلا: النادي الأهلي فوز ورا فوز، مش بيتعثر أبدا. النادي الإسماعيلي عمل المستحيل عشان يتعادل مع الأهلي، وبرضه معرفش يحافظ على نفسه من الهبوط. النادي الأهلي بيكسب كل اللي بيجي قدامه، مش راحم لا دوري ولا كاس ولا أفريقيا، والنادي الزمالك مش عارف ياخد الدوري حتى. وجال رضا عبد العال: العك الكروي مش هيفارق الدوري المصري، ومش عارف حمزة الجمل بيعمل ايه قدام النادي الأهلي، لا عارف يدافع ولا يهاجم، وهو خلاص بينزل لتحت وبقى درجة تانية. لعيبة الأهلي محظوظة والعك بتاعها بيجيب نتيجة. مش عارف الزمالك ليه مش بيعمل زي الأهلي ولا بيكسب بطولة، ومش فالح غير في الخناق مع اللاعبين ورفع القضايا عليهم. النهاية، انت كمشجع أهلاوي ايه رأيك في كلام الهجاصين بتوع إعلام الزمالك؟ لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يلا كورة.